على صفيح حديثه الساخن أصبح الملح بكشي ثوريا، واستيقظ من نومه فوجد نفسه يهتف هتافا وطنيا. هو عايف حاله، هو عايف الفساد، هو عايف الواسطات، هو عايف النظام، هو عايف التنكة. شعاع ضوء من قلب الحدث. ماشيين بالمظاهرة مباري وعين الله علينا، وأنا حميان وعم أصرخ مع الشباب. وصلنا لمقطع الناموس. هلا هذا لحاله بده رواية. يبلش هيك: الما بيشارك. هون بتكون نظراتنا على الناس اللي صافين على جنب ومسطولين بالمنظر، وأنا متأكد إنه بيكونوا حاسديننا. بعدين بنكمل هيك 3 صفقات: ما في ناموس، ومنعيدها هيك ليروح الناموس. المهم اللي صار انه كنت ماشي وعم اقول اللي ما بيشارك وهيك معجوق وكذا، وعم طلع على البنايات وراسي لفوق وتمي مفتوح على الاخر. لسه ما كملت الجملة والله لا يدوقكم اياها من فوق. قشرة موزة صومالية تازة نازلة بسرعة 140 وبتلزق بخلقتي وتسفقني سفق، وشكله يلي لاحشها ما لاحشها لحش، لا شلفها شلف. والشلف لغة يا جماعة غير اللحش، يعني بيكون صارخها وناوي الفاينة. الله يسامحه. سيدي طبعا هي قشرة الموزة كملت على الأرض لأنه زحلقت مسكينة بوشي. أنا سناولتها مشان ما يسحط حدا فيها، وكملت العبارة لا إراديا: الما بيشارك، ما فينا موز، الموز ولا لما زله. لهون حسيت بإحساسي اللي آكل كم، والشباب يلي جنبي بدهم يضحكوا لكن بس غبوها مشان مشاعري. طبعا سحبت حالي مع قشرة الموزة بنت اللذينة، ويا دار ما دخل هيك شر. بس وانا وراية مع الموزة على الحاوية لقيت بالارض قشرة بسكوتة روبي يمكن كمان لا اراديا سناولتها بحكم العادة ووصلتها بطريقي. هلا الشي الحلو اللي صار انه كان في شبين اكابر وعلى كيفكم شافوني وانا عم لم زبالة من الارض، وفكروا انه انا مختص لم زبالة بالمظاهرة، وصار بدهم يساعدوني، وبدون ما نحس صرنا نمشي ونلم وعلى لم. لك وكترنا مع انه الشارع ما في كتير وسخ، بس حسيت انه الكل بده يشتغل، الكل بده يساهم ويكون فعال. هالشي اعطاني احساس جديد يا جماعة، فيه اروع معاني التعاون. اي نعم. وبما انه اللي ما بيشارك ما في ناموس، فاذا عجبتكم الحلقة اعملوا سبسكرايب على الشانل تبعنا على اليوتيوب، يعني على القناة، ولا تنسوا تعملوا مشاركة لصفحتنا على الفيسبوك كمان. كنتم مع عايف التنكة وعلى قناة سوريا الآن.